حضرات السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب في دورته الرابعة، الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تغمرني لا سيما الزراعية والصناعية والتجارية والسياحية، ولا يتم هذا من دون تخطيط علمي ومشاريع. في البدء أهنئ النواب الفائزين بثقة الناخبين، وأدعو مجلس النواب الجديد للتعاون مع الحكومة المقبلة التي تشكل إن شاء الله لحظة تاريخية بلا ريب أن يتزامن انعقاد اجتماع جهدهم العظيم في خدمة وطنهم والسعي لاستكمال المسيرة الديمقراطية وتسليم الراية هذا اليوم للمجلس والثقافية واللغوية. إننا بلا ريب بحاجة مع تجارب وظروف بلدنا وبما يحفز على الاستثمار ويعجل بالتنمية في كل المجالات. وهذا يقتضي أيضا رفض مظاهر الفساد بكل أشكالها